50 اقول لها اللي فيه. لما انا ممكن اقول لها ده ببلاش. طب تعالى نبدأ من هنا يلا كده. الرز البسمتي بكام؟ 60. 60. طب 80 اهو. ده يا عم حسني ده زعتر بكام؟ ب100. طب وده روزماري ب100. وده بيتباع بالكيلو برضه يا عم حسني؟ كيلو ب 100. كيلو ب100. والفول الصويا 70. 70. والورق اللوري 180. 180. والشمع 140. 140. ده كمون ناعي بكام؟ 320. درجة أولى، حاجته كلها درجة أولى 320. زي الورد ب 200. زير الورد ب200. سلامتك 120. ودي ايه اللهم صل على سيدنا محمد، كنت فاكرة اسمها زي الشاي ب 300. بذور الشاي ب300. واليانسوق 200. ب200. انت كاتب عليه 240. والفلفل الأسمر ب 400. 400. فلفل أسمر درجة أولى. والقرفة 240. والكركم مكتوب عليه. طب والفلفل الأسمر الناعم مش مكتوب عليه؟ 400. 400. والكركم 240. انا مش عارف يا حمد. البابريكا 180. والكمون الحصى برضو يا عم حسني بكام؟ نفس السعر 320. والكزبرة الناشفة 80 ولا ب100؟ انت بتبيعها بكام يا عم حسني؟ 100. ب100. والسبع بهارات 180. 180. هو انا قلت لك مش عارف 3 بقى وبذور الكتان يا عم حسني ب 100. ب100. والشطة 120. 120. هو ده يا عم حسني عامل زي الكمون بس هو ده كراوية كراوي. الكراوي دي بكام بقى؟ 160. 160. والسمسم ده ب140 لحمة. والأبيض 140. المستورد فين بقى يا عم حسني ب160؟ بلدي. البلد بكام؟ 160. البلد ب160. هي مهما. والكربونات ب40 الكيلو. والغلة بكام يا عم حسني؟ الغلة بتاعت البليلة ب 20 جنيه كيلو. 20 جنيه الكيلو غلة البليل. والرز الأبيض بكام؟ 25. ارفع دان ب320. ده السمسم البلد اللي ب160. امال شكله مش حلو زي التاني؟ التاني شكله احلى. ولا هو بالطعم بقى؟ البتاع هو السمسم بتاعنا كده. التاني شكله حلو ازاي؟ مع ان ده محمص ده. اغلى. ده محمص ده. التاني مش محمر. بكام جوز الهند دي يا عم حسني؟ جميلة والله. كاملة الدسع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا عليه يشفع فينا يا حبايبي. هنقول مع بعض بقى اسعار البقوليات. اول حاجه الحلبه البلدي ب44 جنيه في حلبه مستورده لكن دي بلدي وموجوده في اماكن تانية ب60. وخدوا بالكم لازم تسالي في مكان واثنين وثلاثه لان الاسعار بتختلف عن بعضها في بعض الاماكن. في اماكن بيبقى عندها ضمير وبتبيع اسعار كويسه وفي ناس ما عندهاش ضمير لان مفيش رقابه فبترفع السعر زي ما هي عايزه. انا عن نفسي كنت جايبه قبل كده الحلبه البلدي فوق ال60 كمان. الترمس الحلو عندهم ب40. في ناس برضو بتبيعه ب45 وب46 الحباية الكبيرة. الفول المدشوش طبعا برضو انواع، في فول مستورد وفي فول بلدي. طبعا الفول المدشوش ده اللي هو الحباية مع القشرة متلخبط على بعضه بتاع الطيور. اما اللي هو بتاع الطعمية دلوقتي هتشوفوه. وحاولي دايما لما تيجي تجيبي فول تعمليه مدمس بالذات يعني تجيبي الحباية البلدي لان بيبقى طعمها حلو قوي معاك. طبعا ده الفول بقى بتاع الطعمية الكيلو ب40. الحمص الشام ب90 حباية كبيرة. في حباية صغيرة عن كده شوية هتلاقيها ب70 بس هم ما عندهمش بصراحة غير الحاجة النظيفة. والفنكوش الملون ده ب50 فبلاش تجيبوا الفنكوش ده لأنه مضر جدا على الصحة. الفاصوليا ب80.
العدس ب55، في عدس برضو ب60 لان العدس بيختلف عن بعضه. والفول البلدي برضو المدشوش درجات، يعني ده ب50 واللي قبله كان ب40. اللوبيا برضو ب70، اللوبيا البلدي. في عدس برضو ب65، يعني 3 انواع عدس، خدوا بالكم من الحته دي. في فول برضو مدشوش اهوت ب45 وقبل كده كان ب40. زي ما انتم شايفين قدامكم كده يا حبايبي الاسعار بتختلف والحبايه بتختلف. والعلف بتاع الطيور او العليجه الكيلو ب25، والرده برضو فيه ب13 اللي هي الخشنه، وفيه ب15 اللي هي البلدي الناعمه دي، بس ما صورتهمش. وكده خلصنا الفيديو يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه باي معلومه. اتمنى اذا كان الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك بالقناه. والمكان ده في ساحه الغلال بتسوق، طبعا ده سودي، طبعا محافظه كفر الشيخ. لو رحت بس ساحه الغلال وقلت عايزه عم حسني 1100 هيدلوك عليه، لان المكان ده ما شاء الله عليه معروف بالمصداقيه وحاجته نظيفه وبيبيع قطاعي وبيبيع جمله. اللي انتوا عايزينه كله ان شاء الله تلاقوه عند عم حسني ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك بالقناه. مع السلامه.